كان يا مكان ولد اسمه فادي. فادي ده بيحب يلعب بالعربيات خالص. في يوم فادي كان بيلعب بعربية حمرا حلوة قوي. العربية دي وقعت منه واللمبة بتاعتها اتكسرت. طخ! فادي قال: يا خسارة، العربية باظت. خلاص مش هتنفع تاني. وراح فادي حاطط العربية المكسورة في التراش بين اللي في الجنينة. قال فادي لمامته: ماما هاتيلي عربية تانية جديدة بتنور. بالليل فادي كان نايم، سمع صوت غريب خالص. تك تك تك. بص فادي من الشباك، شاف عند التراش بين حاجة عجيبة. ده كان رجل آلي صغنن، لكن جسمه كله كان مصنوع من حاجات قديمة. راسه علبة صفيح ورجليه من سلك رفيع. ده كان اسمه صندوق. صندوق كان بيقرب من العربية الحمرا المكسورة، شالها براحة خالص. فادي بهمس: يا عم صندوق، دي زبالة، ليه بتاخدها؟ صندوق كان بيقول: دي مش زبالة يا فادي، دي هدية. كل حاجة قديمة ممكن تكون حلوة من أول وجديد لو فكرنا صح. صندوق نادى على فادي وقال له: يلا يا بطل، تعالى معايا، هوريك مكان اسمه أرض الأفكار الذهبية. إحنا هناك بنعمل حاجة مهمة خالص اسمها تنظيف البيئة. صندوق طلع مقشة قديمة، ركبها على كتفه وقال: دي دلوقتي بوصلة سريعة. وطلع جردل بلاستيك قديم، ركبوا عليه هما الاتنين. طارت المركبة بصندوق وفادي، طاروا بسرعة البرق. وصلوا لمكان كله ألوان وضحك. كل حاجة في المكان ده كانت مختلفة. البيوت كانت متجمعة من إزازات بلاستيك فاضية. الزرع كان مزروع في أحذية قديمة. اللعب كلها كانت مصنوعة من حاجات قديمة. صندوق قال: شوف يا فادي، إحنا هنا ما بنعملش زبالة، بنستخدم كل حاجة عشان نعمل بيها حاجات جديدة. عشان كده البيئة بتاعتنا نظيفة خالص وجميلة. فادي قال: يا سلام، دي فكرة ذكية قوي. صندوق أخذ العربية الحمراء المكسورة بتاعت فادي، قال له: فين اللمبة اللي اتكسرت؟ فادي قال: اتكسرت خلاص ومش هتنور. صندوق طلع من جيبه غطا زجاجة بلاستيك صغنن لونه أبيض. صندوق قال: يلا يا فادي، فكر معايا، إيه اللي ممكن نعمله بالغطا الأبيض ده؟ فادي فرحان قال: لقيتها، نحط الغطا ده مكان اللمبة، هيبقى شكلها جديد وحلو كده، لمبر. صندوق صلح العربية بسرعة ورجع الغطا الأبيض مكان اللمبة المكسورة. العربية بقت أحلى من الأول. صندوق وهو بيدي العربية لفادي: شوف يا فادي، انت دلوقتي بقيت بطل الابتكار. أي مشكلة ليها حل لو فكرنا كويس. كده إحنا مش بنرمي، يبقى بنحافظ على نظافة البيئة. وعارف كمان حاجة؟ لما صلحنا العربية القديمة، إحنا وفرنا فلوس العربية الجديدة. الفلوس دي دلوقتي ممكن تشتري بيها حاجات تانية مفيدة خالص مش عندك. ممكن تشتري بيها كتاب حلو. فادي فهم الدرس ده كويس خالص. بقى بيشوف كل حاجة قديمة حواليه على إنها فرصة حلوة عشان يعمل بيها حاجة جديدة. رجع فادي بيته وكان فرحان بالعربية اللي صلحها بنفسه. ومن اليوم ده فادي بقى صانع الأفكار اللي ما بيرميش حاجة أبداً. يا بطل، لما حاجتنا تبوظ أو تتكسر ما نرميهاش، نفكر ونصلحها. كده بنعمل حاجات مهمة خالص. أولاً بنحافظ على نظافة البيئة. ثانياً بنتعلم نلاقي حلول ونبتكر. ثالثاً فلوس اللعب الجديدة ممكن نشتري بيها حاجات تانية مفيدة مش عندنا. ممكن تشتري بيها كتاب حلو. يلا كلنا نكون أبطال الإصلاح والابتكار.